صابر المداح بيرجع مرة تانية، بس المرة دي هيقابل أكتر من خطر سواء جديد أو رجعله من الماضي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سينما أونلاين ودردشة عن إعلان مسلسل المداح الجزء الرابع، أسطورة العودة. المسلسل نزل له إعلانين، بس الإعلان التاني مدته صغيرة 45 ثانية، فاحنا هنتكلم عن الإعلان الأول واللي أنا بعتبره واحد من أقوى الإعلانات اللي شفتها لمسلسلات رمضان 2024، وده لأكتر من سبب. مبدئيا كده بداية الإعلان كانت مفاجأة، وهي ظهور الفنان دياب واللي هيلعب دور شيطان. والمفاجأة في الحوار إن صناع المسلسل ما أعلنوش قبل كده إن دياب هيبقى معاهم، حتى هو مش موجود في البوستر الرسمي ولا ليه بوستر خاص. فانا مش عارف هل مثلا هو هيبقى ضيف شرف ولا شخصيته هتبقى من الشخصيات الرئيسية في الاحداث. هنعرف كل حاجة كده كده لما المسلسل يبتدي بإذن الله. وهو في العموم بيلعب دور شيطان اسمه المؤذي، وشكله كده هيجنن صابر. فأول الإعلان بيقوله وقعتك من طيارة جوه مخك وممكن أقتلك كمان جوه مخك. وبالفعل في أواخر الإعلان بنشوف لقطة لصابر وهو في طيارة وتقريبا بتقع أو بيحصل لها حاجة. فغالبا المشهد ده مش هيبقى حقيقي وهيكون موجود في دماغ صابر، اللي هو يا اما بيتخيل او بيحلم مثلا. وبيني وبينكو اختيار دياب ان هو يلعب دور شيطان من الملامح الاولى اللي ظهرت ليه في الاعلان يقول لنا ان هو هيبقى اختيار موفق، على عكس الجزء الثالث. في الجزء الثالث شفنا الفنانة لوسي كانت بتلعب دور واحدة من ملوك الجن، هند بنت الأحمر، وما كانتش الاختيار الأفضل للدور، لأن طول الوقت وأنا بتفرج عليها ما كانتش قادرة تحسسني أو توصل لي إحساس الرعب والتوتر اللي المفروض أحسها منها وأنا بتفرج. فهنشوف دياب هيعمل لنا الحتة دي إزاي. كمان عجبني جدا في الإعلان إن في الجزء ده بالتحديد صابر هيقابل أكتر من شيطان على عكس الأجزاء اللي فاتت. في كل جزء كان بيقابل شيطان واحد بس، في الجزء الثالث قابل هند بنت الأحمر، وفي الجزء الثاني قابل مليكة. انما في الجزء الرابع هو هيقابل اكتر من حد، دياب وفتحي عبد الوهاب اللي بيلعب برضه دور شيطان متجسد على صورة انسان، كمان مع عودة مليكة من الجزء الثاني وهي ظهرت في الاعلان الثاني. واظن ان ظهورها وعودتها في الجزء الرابع هيدي اضافة قوية جدا للمسلسل وهيعلي الاحداث اكتر واكتر، خصوصا ان سهر الصايغ لعبت الدور بشكل حلو جدا في الجزء الثاني. كمان وانا بتفرج لاحظت ان الجرافيك في تطور كويس. في الجزء الثالث الجرافيك كان بيبقى في حاجات حلو وحاجات لأ، انما في اعلان الجزء الرابع وش دياب معمول بشكل كويس قوي، فخلينا نتفائل في النقطة دي. لاحظت كمان ان الاعلان بيورينا ان جرعة الرعب في الجزء ده هتبقى اقوى واكبر من الاجزاء اللي فاتت، ودي حاجة تخليني متحمس وفي نفس الوقت قلقان. متحمس من ناحية ان انا هشوف مشاهد رعب وافكار وما شفتهاش قبل كده في الاجزاء اللي فاتت، وقلقان من ناحية ان ممكن المشاهد دي ما تطلعش بالاسلوب المنتظر. بس هنشوف ايه اللي هيحصل. عجبني جدا لقطة المستشفى اللي ما بين صابر والمفروض ان ده ابنه، بس خلاص الشيطان استحوذ عليه. واساسا احنا لو جينا نلاحظ كده هنلاقي ان دايرة الخطر وسعت على صابر في الجزء ده، لان كل اللي حواليه تقريبا كلهم بقوا تحت تأثير الشيطان. شفنا ابنه اهو، كمان شفنا شخصية منال مرات حسن تقريبا كده دخلت في جو الأعمال والسحر. هبة أخت صابر الشيطان اوريدي مستحوذ عليها من الجزء الثالث لما خلاها تقتل أمها. فهنشوف السيناريو هيتعامل مع كل الخطوط دي ازاي. شفنا كمان ظهور لشخصية عماد في آخر الإعلان وهو بيفجر مجمع محاكم الفيوم. هنعرف برضه هو بيعمل ليه كده، وهل هيبقى طالع علشان ينقذ صابر ويساعده زي الجزء الثالث ولا لأ. هنشوف كل ده. في برضه كده لقطة لفتت انتباهي وانا بتفرج على الاعلان، لما كان صابر واقف جنب حيطة والحيطة دي مكتوب عليها ارقام وحروف. اللقطة دي بالظبط فكرتني بفيلم الفيل الازرق. فهل مثلا دي طريقة جديدة صابر بيعملها علشان يخلص من كل اللي حواليه؟ هنعرف كل حاجة لما المسلسل يبتدي، خلاص فاضل اقل من اسبوع ان شاء الله. وكل اللي مخوفني بس ان المسلسل ما يوقعش في نفس مشكلة الجزء الثالث، واللي هي الملل والمط في الاحداث. الجزء الثالث كان حلو جدا في نصه الاولاني، على طول كان بيحصل احداث جديدة قفلت كل حلقة تخليك متشوق للحلقة اللي بعدها. لكن من بعد الحلقة ال15 للأسف الأحداث ما كملتش بنفس القوة والوتيرة دي،
وبقينا بنشوف مط وملل وأحداث ملهاش أي لازمة علشان نوصل للحلقة ال30. فلو كان الجزء التالت 15 حلقة كان هيبقى جامد جدا. فأتمنى من مؤلفين المسلسل إن هم يكونوا خدوا بالهم من النقطة دي وعالجوها في الجزء الرابع. مسلسل المداح بقاله معانا 4 سنين على التوالي، وبصراحة أنا خلاص اتعودت إن كل رمضان لازم أشوف جزء جديد من المداح. بس الأهم من ده كله إن الأجزاء الجديدة تبقى أحسن من الأجزاء اللي فاتت، وأنا متفائل بالجزء الرابع، ودرجة حماسي للمسلسل 9/10. عايز أعرف إيه رأيكم في الإعلان، وهل أنتم متحمسين للمسلسل ولا لأ؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاركوا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة. كان معاكم النهاردة بيدو صلاح، أشوفكم على خير. سلام.